السيد علاء مبارك ابن الرئيس الراحل العظيم محمد حسني مبارك كان عامل تويتة كده من كام يوم على محمد صلاح، وبينتقده ان هو ما خدش موقف فيري فوكال او فيري كلير، يعني واضح وقوي من الحرب على غزة، وان محمد صلاح كان فيري كوايت وهادي جدا في دعمه ومناصرته لغزة. طبعا دي من انتقادات ناس كتير لمحمد صلاح. محمد صلاح انا مش جاي هنا عشان ادافع عنه، بس هو في موقف لا يحسد عليه. اولا هو في بريطانيا، واكل عيشه في بريطانيا، البلد اللي هي سبب المصيبة السوداء اللي احنا فيها، وعد بلفور ووعدة الاسرائيليين ب وبالفور في 1918، الوعد اللي وعد الاسرائيليين بدولة ليهم في فلسطين. هو عيني قاعد ومقيم واكل عيشه في انجلترا، في بلد اللي هي من اسباب الرئيسيه لتاسيس الدوله الاسرائيليه. ده اول هام. تاني هام، عقوده مع الشركات الراعيه وبيبسي و لو خالفها هي ايه، هيدوله غرامات جامده. ثالثا، يعني السيد علاء مبارك بينتقد محمد صلاح، ومحمد صلاح انا اعرف والناس كلها تعرف انه من اكتر الناس انه بيعمل خير لبلده في مصر وللقرى عنده في مصر، وبيساعد صحابه وقرايبه وقرى ومستشفيات، وبيتبرع كتير، وياما اتبرع في الخفاء وفي العلن. ولسه كان متبرع من كام شهر في بداية الحرب ب5 مليون جنيه للهلال الأحمر المصري لمساعدة أبناء غزة. فمحمد صلاح مش بيتكلم كتير، موقفه صعب. مش المفروض ان هو يعادي الناس كلها، المفروض ان هو يعني يعرف يتعامل بدبلوماسية بكل الظروف والتحديات اللي حواليه. على الاقل الراجل طول عمره بيتبرع لمصر، بيتبرع لاصحابه وقرايبه واهله في قريته، ولسه متبرع ب5 مليون جنيه للهلال الاحمر المصري. يعني يا استاذ علاء، حضرتك فوق راسنا من فوق، ويعني انا شايف ان هجومك على صلاح يعني مش غير مبرر. انت عندك حق طبعا تزعل ان هو الراجل ما قالش انا ساند غزة بقوة وبتاع، بس في نجوم تانية كتير يا استاذ علاء ما فتحوش بقهم ومعروفين جدا في مصر، ولا اتبرعوا بجنيه ولا غزة وبتاع ولا حاجة. وفي ناس كتير يقول لك واحنا مالنا بغزة، ما يموتوا واهل غزة دول بتوع حماس وبتوع الاخوان ما يتنيلوا ب60 نيلة ويروحوا في داهية. ناس كتير برضو من المعسكر ده. فعلى الاقل محمد صلاح بيتبرع، بس موقفه صعب للغاية. على العموم، يعني المشهور دايما والفيمس زي محمد صلاح لازم هينابوا من الحب جانب، واللي من الانتقادات للنار. زي ما الناس لسه بتقول له انت حلقت شعرك ليه وانت رايح المنتخب؟ هو انت بتزرع شعر ولا ايه بالظبط، ولا ايه قرفة جديدة؟ فالراجل فتح بقه ينتقد، ما فتحش بقه ينتقد، يجري في اعلان بيبسي ينتقد، ما يجريش ينتقد. ربنا يكون في عونه. يعني الواحد ما يحبش يكون فيمس بالطريقه دي، يعني حياته يعني تحت المهجر وتحت الميكروسكوب ليل نهار. على العموم يا محمد، لو جالك فرصه برضو مره يعني تقول كلمتين كده لأهل غزة برضو، يبقى كتر خيرك. أنا عارف إنك اتبرعت، بس يعني برضو إيه كلمتين منك تبقى أنت قدوة للشباب العربي والمصري والناجح. ومفيش مشكلة خالص إنك تكون متضامن مع الشعب الفلسطيني الغلبان. أعزائي المشاهدين، أشكركم لحسن المتابعة، وكل التوفيق لمنتخب مصر وكل الناجحين المصريين في كل العالم. وإن شاء الله نشوفكم دايما على خير وصحة وسلام. ميرسي.